السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. أم، طبعا أنا برد على سؤال أحد الأصدقاء إن شاء الله جاي قريب لأمريكا. أنا سعيد جدا إن هو جاي أمريكا وبتمنى له التوفيق إن شاء الله، بالرغم من إن الوقت الحالي يعني آه، الأحداث اللي بتحصل والقرارات اللي بتحصل والكلام ده كله والوضع العام، آه، والدنيا اللي متأثرة بكل حاجة في الأول. بس إن شاء الله ما دام ربنا كتب له خير وكاتب له هجرة وكاتب له سفر، إن شاء الله ظروفه تبقى كويسة وربنا يسهل له أموره. أنتوا عارفين إن أنا في أغلب الأوقات ما بحبش أرد برسايل، بحب أعمل فيديو عشان الفيديو يتسجل ويتحط، وممكن ناس كتير بتسأل نفس الأسئلة والأسئلة بتبقى متشابهة. طبعا بالنسبة للسفر لأمريكا وإن أنت جاي، انا ما اعرفش برضه، انا مش عاوز احكم على حد. انت مرتب مجهز الخطة بتاعتك او مش مجهزها؟ ناوي تنزل فين، ناوي تسكن فين، ناوي تعيش ازاي؟ الكلام ده كله كل شخص بيختلف عن التاني، وكل خطة عند كل شخص بتختلف عن الشخص التاني. بس يعني حاجة بسيطة أنا حابب أوضحها في الأول كتجميعة من بره كده. أمريكا يا جماعة فيها أعتقد 55 ولاية مثلا. كل ولاية بيبقى فيها عشرات مئات المدن. أنا مش عاوز برضه أفتي في الأرقام كتير، بس هنتكلم مثلا على ولاية نيو جيرسي اللي أنا عايش فيها. الولاية كبيرة جدا جدا جدا، عدد المدن اللي فيها كتير. الولاية مكونة من عدة مدن، كل مدينة مكونة من مقاطعة، كل مقاطعة مكونة من عدة مدن صغرى، وكل حاجة من الحاجات دي بيحكمها شخص مختلف. يعني في الحاكم، في الجفرنر، زي ما انتم كنتوا شايفين الانتخابات اللي هي اشهرها وصلت في نيويورك بتاعت مامداني المسلم اللي كسب. شايفين يعني مثلا هو الناس كانت قلبة الدنيا، ايه ده ما في رئيس ترامب؟ لا، ما هو ترامب ده فيه تحتيه مليون شخص كتير تحتيه. وكل مدينة وكل ولاية ممكن تبقى منفصلة أو كيان لوحدها ملوش علاقة بالحاجات التانية، بس كله طبعا تحت طائلة الرئاسة والكونجرس والمحكمة العليا والحاجات دي. مش كل الناس تقدر تاخد قرارات، لازم بتتراجع وبتتنفذ بعد كده. دي بالنسبة لكل حاجة مين حاكمها والكلام ده كله. بالنسبة للحياة، كل مدينة مختلفة عن المدينة التانية. انت ممكن تلاقي مدينة بيتكلموا يعني شرق المدينة غير غرب المدينة، في طريقة كلامهم، في الأكسن بتاعتهم، في طريقة الكلام، في طريقة المعاملة، في نوعية الناس. في بعض المدن بتبقى مدن زي القرى أو الأرياف عندنا، مدن ريفية كلها مزارع، الناس كلها مزارعين. طريقة التعامل مع المزارعين، الاتيتيود أو الشخصية بتاعتهم مختلفة عن شخصية الناس اللي ساكنين في الداون تاون، في المدينة، في نص المدينة، في الأب تاون، وهكذا. معدل الجريمة في كل مدينة بيختلف عن كل مدينة. السكولز هنا، المدارس، كل مدرسة ليها سيستم معين وليها أرقام مدرجة، أحسن سكول، تاني سكول، تالت سكول، على المدينة، على الولاية، وهكذا. تمام. فالناس بقى يعني عشان كده الناس لما بتيجي تشتري بيوت بتشتري بناء على الارقام دي. يجي يقول لك مثلا المكان اللي انت هتشتري فيه ده عندك المدارس يعتبر رقم واحد في الستيت. طبعا المدارس اللي هي رقم واحد دي بتأهلك لكليات افضل وهكذا، بيبقوا مهتمين بالتعليم فيها اكتر. تمام. اسعار الضرائب او اسعار المنتجات بتختلف من كل مكان، من كل ولاية عن كل ولاية تانية، من كل مدينة عن كل مدينة تانية. يعني احنا مثلا عندنا في نيو جيرسي لحد الان مانعين الاكياس، ما فيش اكياس، ما بيدوش اكياس للناس. كل الولايات وكل الاماكن بيدوا اكياس عادي، وشغالين براحتهم. الاسعار بتختلف، اسعار البيوت. انا المدينه اللي انا فيها بتختلف اسعار البيوت بتاعتها عن جيرسي سيتي، عن بايون، عن يونيون سيتي، عن ويست اورنج، ساوث اورنج. في مدن كتير لو قعدت اعد مش هخلص المدن اللي احنا بنتكلم فيها. فلو حد سأل قال يعني مثلا انزل فين ولا اروح فين، فالواحد مش هيبقى عارف يرد عليك. لازم انت تبقى عامل المخطط بتاعك. طبعا انت لسه جديد، لو انت سنجل طبعا مش هيفرق معاك كل الحاجات دي. افضل حاجة للسنجل ان هو ينزل في مكان يكون قريب من محطة القطر ومحطة الاتوبيس، لانه هيمشي على رجليه كتير فتبقى اسهل بالنسبة له. طبعا بقى في اوبر والكلام ده كله، بس ما نعرفش الحالة المادية للشخص اللي جاي. ف
فما بتبقاش قوي ايه يعني، ما بنصحش باوبر دلوقتي في الاول ما دام انت جاي توفر وتعمل والكلام ده كله. فافضل حاجه بتبقى في الداون تاون، اسفل يعني ما اعرفش ترجمتها بتبقى ايه، بس الداون تاون قريب من الترين ستيشن في قلب المدينه. ما تسكنش في الاماكن البعيده زي انا مثلا. انا يعني بيتي اللي انا فيه بعيد عن المحلات التجاريه والكلام ده كله 10 15 دقيقه. في ناس ما تحبش كده، وانت برضو لو مهاجر جديد ما تقدرش تيجي تعيش في نفس الاماكن دي، لانك انت لسه يعني مثلا ما فيش عربيه، ما يعني عاوز تبقى قريب من الناس عشان تشوف حاجات، تبقى حاجات سهله حواليك كتير. آه، عاوز تجيب حاجه بسرعه تكون موجوده، تعبت ولا حاجه تكون قريب من المستشفى. انا المستشفى بعيد عني 20 دقيقه، فاهمين قصدي؟ فليها اكتر من كل حاجه مختلفه عن التانية، فمحتاجه دراسه او تفكير وتخطيط. مش مخطط، انزل شوف انت المدينه اللي انت او الاشهر او الاكتر الناس او اللي ممكن يكون فيها معارف ليك، انزل فيها. وبرضه جزئيه المعارف انا مش عاوز ادخل في الحته دي. ممكن انت الوقت اللي تيجي فيه ممكن يكون شخص شغال هنا، الناس بتشتغل بالساعه، ممكن ما يكونش متاح، ممكن حتى ما يقدرش يرد على التليفون اللي انت هتكلمه له. فلازم تبقى ايه مسيستم الموضوع من الاول وعارف انت رايح فين. طبعا زي ما قلت هتنزل في الاول هتضطر تنزل في حاجه في فندق. طبعا فندق عادي ايه اللي هو هوتيل، ويبقى كذا ستار، في 5 ستار 7 ستار 3 ستارز، كل حاجه ليها سعرها، وكل مدينه ليها سعر الفندق بتاعها مختلف. في حاجه عندنا هنا احنا مش زي اوروبا. اوروبا فيها حاجه اسمها هوستل، احنا عندنا حاجه اسمها موتيل بالام بدل اتش ام. دي بتبقى ارخص. يعني في مدينه قريبه جنبي هنا اعتقد ب50 الليله. معرفش المدن التانية اسعارها ايه، بس بتقدر تشوف اونلاين على جوجل في المنطقه اللي انت هتنزل فيها وتكتب موتيلز، بيطلع لك البرايسز او الاسعار. غير الموتيلز طبعا في حاجه اسمها اير بي ان بي. اير بي ان بي ما دام الابلكيشن بيبقوا متاكدين من شخصيتك وعارفين انت مين وعندك اكونت، تقدر تدخل وتعيش في اي مكان. يكونوا بيأجروا اير بي ان بي. في النهاية يعني حابب أكون وصلت الفكرة بطريقة بسيطة يعني مش مكلكعة. وبالتوفيق للجميع بصراحة. إن شاء الله خير، وإن شاء الله الدنيا تتظبط وكل حاجة تبقى سهلة، واللي جاي جديد ربنا يوفقه في اللي جاي وتبقى سهلة عليه إن شاء الله. مع السلامة.